عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. دلوقتي احنا عندنا الأرنبة عندها التهاب عرقوب. طب احنا عايزين نعالج التهاب العرقوب ده. طبعا انا سمعت الفيديوهات كلها اللي بتتكلم عن التهاب العرقوب، بيقولوا ان التهاب العرقوب ده بيجي من السلك بتاع السلكات. طب دي من ساعة ما انا جبتها وهي تربية ارضي، ما كانتش في سلاكة، وبرضه جالها التهاب عرقوب. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، عشان برضه ايه انتوا تعرفوه ان الرجل اللي بتبقى متجرحة متعورة. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، شايفين اهو اهو، شايفين الرجل عاملة ازاي اهي، الرجل التانية كمان اهي. فاحنا دلوقتي هنعالج التهاب العرقوب. طب هنعالج التهاب العرقوب ازاي؟ الاول هنطهر بالبتادين البشري، هنطهر الرجل بالبتادين البشري اهو، هنطهرها وبعدين نعمل ايه؟ المرهم اللي احنا هنعمله لها ندهن لها بيه. ادي الرجل اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. طب استني بس عشان ما تتعوريش، استني انت كنت هاديه من شويه. يا ست استبري. شايفين في حبه التنطيط اللي اتنططتهم؟ شايفين جابت دم اهي، ده مش اللي على ايدي اهو، الدم اهو من يعني معنى كده ان هي اقل حاجه بتوجعها. دلوقتي هنطهر المكان بالبتادين اهو، مع ان الشعر بتاعها بتاع رجلها كثيف قوي، بس برضو جالها التهاب عرقوب، وبرضو تربية ارضي وجالها التهاب العرقوب. فيعني الموضوع مش مرتبط بالسلاكة ولا بحاجة اهو. كده نطهر الجرح اهو. طبعا هنسيبه ينشف بقى شوية لحد ما نعمل ايه المرهم اللي احنا هنحطه لها اهو. شايفين المنظر؟ طبعا حاجة زي دي بتخليها لا تعرف ترضع عيالها ولا تعرف تقف ولا تعرف تعمل حاجة خالص، حتى مش راضية تخلي الذكر يعشرها اهو. طب احنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل المرهم ازاي اللي احنا هنحطه لها؟ هنجيبوا الفازلين اهو، وهنجيبوا مضاد حيوي 1 جرام اهو. هناخده قطعة فازلين على برشامة مضاد حيوي اللي هو مضاد بشري برضه 1 جرام عشان يبقى قوي يعني. وهنخلط الفازلين هنخلط الفازلين بالمضاد الحيوي. هناخد اهو، هناخد حباية بس ولو جينا ندهن تاني نعمل حباية تانية اهو. طبعا ده هندقه، جبنا دي البرشامة 1 جرام، دقيتها وعملتها بودرة كده. طبعا في بودرة مضاد حيوي بتتباع جاهزة، بس انا ما عنديش الا البرشام ده، بس هو 1 جرام حلو قوي. هناخد قطعة فازلين كده عليه اهي. انا شكلي كده لازم اقلب بايدي كده يعني ما ناخدش برضو فازلين كتير. وهنقلب كويس بقى،
هندمج الفازلين مع البرشام. علشان نعمله لها مرهم يدهن على الجرح اهو. بصوا اهو، انا قلبت الفازلين مع بودرة البرشامة، قلبتها جامد قوي. ودلوقتي ايه، جبت الارنبة اهي وهندهن لها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ستي استبعدنا كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه امسكيها كده وانا همسك من هنا. شايفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بدهن، ندهن كويس، حط كمية يعني مش مشكلة. عشان ده مضاد حيوي، هيعمل مفعول كويس ان شاء الله اهو. انا فاكره زمان واحنا صغيرين كنا لما نتعور كانوا يجيبوا لنا برشامه مضاد حيوي ويفضوها لنا فوق الجرح عشان الجرح يخف. طبعا نجيب بقى ايه اي شاشه قطنه خرقه ولا اي حاجه ونلف بيها الجرح. طبعا احنا هنشيل القطعه اللي فاضله دي عشان ندهن بيها تاني اهي جوه الكيس اهي، وهنشيلها هندهن بيها بكره ان شاء الله. هنلف الجرح عشان المرهم يفضل عليه اكبر فترة، وكمان عشان ما يتجرحش في الارض. انا طبعا هي لسه انا ما حطيتهاش في سلاكة، فمش هينفع طبعا هفرش لها فرشة العرقوب في الارض كلها. هنلفها كويس. احنا هنا لفينا اهو، لفينا رجل وهنيكوا بقى ايه بحتة لزقة طبي اهي، ونلف عليه عشان ما يتخلعش منها. هنقعد بقى ايه ان شاء الله بكرة كمان ندهن لها كمان مرة، وبعد ان شاء الله ما تصحى هصورها واوريها لكم. ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.